هو ليه السادات ما حاربش مع احمس والناس دي؟ هقول لك انت جيت في الوقت الصح والمكان الصح وسالت الراجل الصح. ربنا لا شيء. يستر. حبيبي يا غالي. يا اسطى بص، عندك قلت مع السادات صح؟ مع السادات، ايام السادات لما جه وحارب كان راح يحارب يا باشا، وخد احمس ملك احمس، وكان بعد الملوك وبعد الامراء، ولم الجيش بتاعه يا عم السادات وجايين يحاربوا. راح جه المعلم احمس، حلو، حصل ما بينهم خلافات هو والسادات في فلوس. هما كانوا عايز يعني السادات كان عايز يديله مبلغ تقريبا حوالي 50,000 ولا تقريبا حاجه زي كده، مبالغ بقى مالناش دعوه بيهم. بس اللي انا عرفته ان هم حصلت ما بينهم خلافات بسبب الفلوس. تمام. حتى احمس ما رضاش برضه يديله العجلات الحربيه بتاعته. انت بتقول ايه؟ ما هو السادات حارب ايه؟ السادات يا باشا حارب، دخل بقى جاب بقى بتاعت الامراء بقى والسيوف والطبنجات ودي واضرب والطيب. الحشيش تمام؟ حاجه عايله قوي يا معلم. زي الفل يا سيدي الناس. الحمد لله. بعد ما الدولار غلي، ايه اكتر حاجه ضايقتك؟ والله في حاجات كتير، زي يعني عندك مثلا مش عارف الرول، البفره غليت. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ بقت بكام؟ يا عم دفتر البفره دلوقتي بقى المكان ب 5 جنيه بقى ب 10 جنيه. لا اله الا الله. يعني ما مش لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. عارفين نقول يعني احنا اي حد دلوقتي نقول له هات بفره ورقه بفره، بدل ما هي كانت بربع جنيه ونص جنيه يقول لك جنيه. ليه؟ مش عارفين نتكيف. طب انت مش خايف خايف من ايه؟ من ابوك يعرف الكلام ده؟ لا ما بخافش.